السلام عليكم. هنعمل احلى كباب حله ممكن تعمليه في حياتك بجد. هتعتمدي الطريقه دي والتكات دي بس كده. تابعي الفيديو للاخر وهتشوفي احلى كباب حله فعلا. انا ليا 18 سنه بعمله، مفيش حد بيدوقه عندي وبينسى طعمه اصلا، بيسالوكي عليه يعني كل ما يشوفوكي بيسالوكي عليه. من جماله. في البدايه كده معايا كيلو وربع او كيلو ونص زي ما انت حابه بقى. في الحله نزليهم الحله هنا، هتسخنيها كويس جدا وبعدين بالمكعبات اللحمه تصدميها. تمام، تديها صدمه كده، وبصلايه وورقتين من اللوري واربع فصوص من حبات الحبهان. تمام، حطيهم كده عديهم عشان لما تيجي تخرجيهم تبقي عارفه انت حطيتي قد ايه. تمام، زي ما انا بعمل كده. انا بستخدم هنا كيلو من البصل، وطبعا انا بحب البصل قوي 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 فيه، مش كتير ولا حاجه بالنسبه لي، فهنا يعني اعتبري من كيلو لكيلو الا ربع كده. تمام. طبعا هنا السمن، بحط السمنه والبصل هنا يعني بدبله، بيدبل كده معايا وبياخد اللون الذهبي. ببتدي بعد كده انزل عليه بمكعبات اللحمه اللي انا سبتها على نار هاديه. تمام، ولو محتاجه ميه مغليه تاني، ميه مغليه مش من الحنفيه، عشان ما تشدش معايا. تمام. بقى هنا خلاص الميه نشفت اللي فيها، وكنت سايباها على نار هاديه خالص، بوطي عليها النار جدا لحد ما تنشف الميه اللي فيها، يعني تنزل ميتها وبتشربها. تمام. انا اطلع منها بقى الورق اللوري واطلع منها الحبهان بتاعي، اكون كده عدى الفصوص عشان ما يضايقش حد، واخرجه. تمام، وبعدين انزل بالبصل اللي انا دبلته فيه ملح وفلفل اسود بس. تمام. لا، هنا ما كنتش حطيت ملح خالص عشان انا بحط الملح في الاخر عشان اللحمه بتاعتي ما تشدش. تمام. بقى هنا بقى بنزل بملح، فلفل اسود، بابريكا، مفيش اي حاجه تاني، مفيش اي بهارات خالص، مش عايزه اضيع طعم اللحمه. بنزل بالميه المغليه. تمام، بيكون مغطيه اللحمه خالص كده. طبعا كل شويه ببص عليها واوطي برده هنا النار عليها خالص. النص التسويه كانت الاولانيه، والنص التاني بيبقى في الطماطم زي ما انتم شايفين كده، معلقتين كبار من الصلصه. هنا بقى انا هعمل الرز. نزلت هنا بفصين من الحبة، فصين من المستكة، وورقتين من الورق اللوري. تمام، وبعدين نزلت عليهم باللحم، بالرز. تمام، ومعلقة من الخل، وبعدين طبعا هيتشرب. هوطي عليه النار 10 دقايق وهطفي عليه. كده معايا كباب الحله بتاعي خلص. زي ما انتم شايفين هيطلع زي الزبده معاكي، حاجه كده قمر قمر وتحفه. امشي بس بالتكات اللي قلت لك عليها وهيطلع لك زي القمر. طبعا التكات دي كمان برضو حابه تعمليها، اعمليها، مش حباها بلاش منها. تمام. بحط الفحمايه، بنزل عليها بمعلقه معلقه صغيره كده من الزيت، وبكمر بكمر الفحمايه عشان تديكي طعم الكباب كده. تمام. وبقى قدمي معاها ايه المخلل بتاعك، الرز الابيض زي ما احنا عملنا مع بعض. انت بس تتبعي كل التكات اللي قلت لك عليها، بجد هتاخدي احلى كباب حله في حياتك. لايك وشير اوعي تنسيه. مع السلامه.